ازيكم يا جماعة؟ معاكم ملخص جديد ومهم جدا. النهاردة 28 فبراير 2026، العالم كله صحى على خبر خطير جدا، وهو تصعيد عسكري مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمشاركة واضحة من إسرائيل. اللي حصل ده مش مجرد تهديدات أو تصريحات سياسية، لا ده كان هجوم عسكري فعلي وضربات جوية حصلت بالفعل داخل الأراضي الإيرانية. خلينا نمشي بالترتيب كده. في الساعات الأولى من الفجر بدأت تقارير تتكلم عن تحركات عسكرية غير طبيعية في المنطقة، وبعدها بدقايق اتأكد إن في ضربات جوية اتنفذت بالفعل. الضربات استهدفت مواقع عسكرية حساسة، من بينها منشآت بيقال إنها مرتبطة بتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وكمان مراكز يعتقد إنها جزء من البرنامج النووي الإيراني. شهود عيان قالوا إن أصوات انفجارات قوية اتسمعت في أكتر من منطقة، وبعض الفيديوهات اللي اتنشرت على السوشيال ميديا بينت أعمدة دخان طالعة في أماكن مختلفة. بعد الضربات مباشرة تم إعلان حالة اصطفار داخل إيران وإغلاق المجال الجوي بالكامل وتحريك دفاعات جوية في مناطق متعددة. الجانب المهاجم قال إن العملية كانت محددة ودقيقة وهدفها منع تهديد مباشر، وإنهم حاولوا يتجنبوا أي استهداف للمدنيين. لكن طبعا في المقابل، الإعلام الإيراني وصف إن الهجوم إنه اعتداء صريح وانتهاك للسيادة، واتقال إن في أضرار مادية حصلت مع التحديث عن خسائر في بعض المواقع المستهدفة. في النهاية اللي حصل النهاردة يعتبر من أخطر التطورات في المنطقة من سنين طويلة. الوضع لسه مفتوح على كل الاحتمالات، واحنا هنفضل متابعين معاكم أول بأول. ولو حابب تعرف أي جديد أول ما يحصل، ما تنساش تتابع القناة وتفعل الإشعارات. كان معكم ملخص سريع ومهم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.